في حاجات بنشوفها في أفلام الرعب ونقول مستحيل تكون حقيقة، بس المفاجأة إنها حقيقة جدا. في حلقة النهاردة من صوت فكرة هنتكلم عن كائن صغير شكله عادي جدا، لكنه حرفيا بياكل لحم البشر وانت صاحي. هو ابن ناس ما بياكلش ميتين. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو نوع من الذباب اسمه كوكرمايا هومونيفريكس، يا رب أكون نطقت صح، أو زي ما العلماء بيسموه ذباب اللحم البشري. هو معروف باسم الدودة الحلزونية. دي أنثى الذباب بتدور على أي جرح مفتوح في جسم الإنسان أو الحيوان، ومش بتبيض فيه بيضة أو اتنين، لأ، دي بتبيض 200 بيضة مرة واحدة. والمرعب أكتر إن البيض ده بيفقس في أقل من 24 ساعة، والدود بيفقس يرقات اللي بتبدأ تاكل اللحم الحي جوه الجرح، مش الجلد الميت، لأ، اللحم الحي. وبيفضل الدود ده ياكل الأنسجة لحد ما يوصل للعضلات والعظام، ولو ما اتلحقش ممكن يموت ويسبب الوفاة. طيب النوع ده ظهر فين أول مرة؟ الدودة دي ظهرت أول مرة سنة 1885 في جزيرة الشيطان قريب من سواحل غويانا الفرنسية أمريكا الجنوبية، وبعد كده انتشرت في أماكن تانية زي أمريكا الوسطى والمكسيك، ووصلت حتى الولايات المتحدة. طبعا الكل مستغرب إن في حاجة اسمها جزيرة الشيطان أصلا، فلو حابين أعمل حلقة عنها وإيه تاريخها واللي سموها الاسم ده اكتبوا لي في الكومنتات. بس سنة 1982 أمريكا اتحركت بسرعة وفعلت خطة مكافحة قوية جدا علشان تمنع انتشار النوع ده من الذباب، عن طريق ان هي عملت منشآت لإنتاج الذباب العقيم في تكساس والمكسيك. يعني هي تنشر في الجو ذكور ذباب عقيمة علشان يوقفوا تكاثر النوع ده من الذباب. بس للأسف في تقارير بتقول إن النوع ده من الذباب رجع تاني في 2025، وفي ولاية ماريلاند تم تسجيل حالة مصابة بالمرض ده، ومع إن تم علاجه بس ده خلى الناس تخاف من إن المرض يرجع ينتشر تاني ويبقى فيه خطر على البشرية. ووزارة الزراعة بدأت فعلا تستعد وعملت منشأة جديدة تطلع 300 مليون ذبابة عقيمة في الأسبوع علشان يمنعوا أي انتشار جديد. وفي النهاية نقدر نقول إن الدودة دي مثال مرعب لقد إيه الطبيعة فيها كائنات ممكن تهدد حياة الإنسان بدون ما نحس، بس العلم دايما بيكون ليه رأي تاني، وده اللي بيطمنا. فلو عجبك الحلقة متنساش تعمل لايك وشير، ونستنى الحلقة الجاية من صوت فكرة، وسلام.